أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين، وباسمكم أيها الأحبة أرحب بضيفين عزيزين حلا على هذا البرنامج، وقبل ذلك حلا ضيوفا أعزاء على سوريا وشعب سوريا. جاء من الأردن الشقيق، إنما هما في الأصل جاء من مصر إلى الأردن، ومن الأردن إلى سوريا، ومن سوريا، فكلنا أشقاء. أهلا ومرحبا بأولا الصديق العزيز جدا جدا حسن علي، والصديق أيضا العزيز أوي بالمصري عادل مقبل. أهلا ومرحبا بكم. أهلا بكم طبعا، وأهلا بالمستمعين وبالشعب السوري. وطبعا بالتأكيد احنا سعداء جدا جدا بزيارتنا الأولى اللي بنتأمل إنها تتكرر في وقت سريع جدا إن شاء الله. وطبعا مهما اتكلمنا ومهما قلنا مش رح نقدر نعبر عما يقول بخواطرنا من مشاعر جميلة وانطباعات جميلة جدا جدا انعكست في قلوبنا، وسيظل صداها إلى الأبد جوانا إذا كرم الشعب السوري وحفاوته وحسن استقباله. وفي الحقيقة احنا سعداء جدا جدا جدا، كأن احنا بنكتشف الشعب السوري لأول مرة صدقا. يعني مهما قلت ومهما عبرت ومهما اتكلمت رح يبقى المزيد والمزيد والمزيد من الحب للشعب السوري بقلوبنا دايما. وإن شاء الله بإذن الله نلتقي دائما على الخير والمحبة. ولا شك أن أجمل لقاء هو لقاء الأحبة، ونحن نشكر لك هذا اللقاء اللطيف الشيق. هل عرفتموه أنه شاطر حسن الحقيقة؟ أهلا يا أبو علي. أهلا بك. في الحقيقة احنا سعداء جدا سيد محمود بلقائنا، ونتمنى كمان نكون ضيوف لطاف على الميكروفون وعلى المستمعين كمان. يا مرحبا. طبعا الأخ عادل كمان بيحب يقول شيء. يا سيدي، احنا في الحقيقة تشرفنا بزيارتنا إلى الإذاعة، وتشرفنا كمان إن احنا قابلنا سعادتك في مقر الإذاعة. وطبعا أوجه للشعب السوري كل سنة هم طيبين، وإن شاء الله يعاد عليهم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية بألف خير وسلام. وطبعا مش عارف الزيارة سابت أثر كبير في نفوسنا كمان، إن احنا شفنا الشعب السوري ونزلنا أرض سوريا الحبيب اللي دايما بنعتز بها في مصر وفي كل مكان. وهذه الزيارة حتما ستترك أثرا طيبا وجميلا جدا في نفوس أبناء الشعب السوري، وحتى أبناء جيل الشباب في الأمة العربية الذين سيستمعون إلينا ويستمعون إلينا الآن وينصتون إلى ما تقولون، إلى انطباعاتكم عن هذه الزيارة وانطباعاتكم عن أيضا هذا البرنامج، وبالتالي ماذا ترك هذا البرنامج من أثر سابق في نفوسكم، وهل كان له دور في علاقاتكم مع الأصدقاء؟ أبو علي. في الحقيقة أستاذ محمود بالتأكيد اللقاء انطباعات تركها البرنامج. مثال بسيط جدا جدا أحب أوضحه للسادة المستمعين، إن برنامج لقاء الأحبة هو السر الأكيد في لقائنا الحالي. يعني عايز أقول ببساطة شديدة جدا، برنامج لقاء الأحبة هو بيمثل همزة الوصل بين الأصدقاء والصديقات، مش بس بالوطن العربي. يعني بعتقد ان ما شاء الله ما شاء الله نحن بنهنيكم ما بنحسدكم على ان بث اذاعتكم بيصل الى يمكن اوروبا والولايات المتحدة الامريكية، خاصة حاليا عبر الفضائيات. وبالتأكيد عبر هناك قناة للإذاعة السورية عبر الفضائيات. نعم، ولا شك ان بالوطن العربي كل الناس بتقدر تستقبلها سواء على الموجة المتوسطة، وبأوروبا ايضا بيستطيعوا ان يحصلوا على، طبعا الاشقاء بسوريا المغتربين كمان بنحييهم من عبر القناة اللي هم بيستقبلوا عليها، اعتقد هتكون التي في ثانك. كمان احيي كل اصدقائي وصديقاتي الاعزاء الغاليين في القلب اينما كنتم وكيفما كنتم، احييكم واسلم عليكم جميعا، واتمنى لكم ولكن عيدا سعيدا ووقتا لطيفا وحياة هنيئة سعيدة. وفي الحقيقة نحن سعداء جدا جدا بزيارتنا لسوريا، وإن شاء الله بإذن الله نلتقي بكم أيضا على أرض مصر. يا مرحبا. أخ عادل، هل أيضا أنت يعني مستمع كما تأكيد كما المستمع النهم الحقيقة حسن علي لبرنامج اللي خلى حبوا الإذاعة سوريا؟ تأكيد طبعا الإذاعة السورية محبوبة، ودائما بس الإذاعة السورية كمان بيكون واضح في الوطن العربي كله إن شاء الله.
طبعا زي ما قلت لك لقاء الأحبة بيترك أثر كبير في نفوس المستمعين بلقاءاته وكلماته كمان، والأستاذ محمود يعني حياك الله أصلا. لا احنا ما بدنا نتكلم عن الاستاذ محمود، لان احنا طبعا من الصعب جدا ان تلميذ يتكلم عن مدرسه. الله يعني صحيح، يعني فعلا صعب جدا ان احنا نتكلم عن شخصيه عظيمه تركت بنفوسنا اثارها البالغ، يعني لها اثر وصدى جوه نفوسنا من قبل اللقاء. يعني ما فيش شك ان المستمع الجيد بيقدر يميز مصداقيه الانسان اللي خلف الميكروفون. بالتاكيد يعني ما بيخفى عليكم أصدقائي الأعزاء مدى محبة الصديق العزيز الجميل الرائع اللي كله كرم وأخلاق حسنة قدوة صدقا. هو قدوة لمن يود أن يتعلم فنون الإذاعة. الله يخليك صدقا الأستاذ محمود الجماعات عالم من الأعلام الإذاعية. أنا الحقيقة أيضا تلميذ في مدرسة لقاء الأحبة. ده تواضع بالتأكيد، ده تواضع، وده إن دل يدل على صفاء روحك. هذا البرنامج الحقيقة سواء أنا أو الأخ حسن أو الأخت هدباء كلنا أسرة واحدة ضمن الأسرة الكبيرة لهذا البرنامج، فهو من إعدادكم. نحن نقدم ما تعدون ما ترسلون. نعم ده صحيح، وده شيء جميل. اللي أنا عايز أقوله إن يعني لقاء الأحبة ده فرصة جميلة جدا لكل المستمعين في كل مكان. من خلاله بتوصل رسائل من مصر ومن العراق ومن السعودية ومن كل الوطن العربي تقريبا، وأيضا حتى من المغتربات والمهاجر. ما أنت حضرتك بس لو صبرت شوية. فالمقصود من كلامي إن أنا بكون قاعد بسمع لقاء الأحبة، بتعرف عليكم، يعني بتعرف على خواطركم، بتعرف على آرائكم، على أفكاركم، على انطباعاتكم، على مشاعركم، على تجاربكم في الحياة. بالتأكيد أنا بستفيد منكم فكريا، لأن طبعا بالتأكيد دايما المستمع اللي يعني في بيت شعر بيقول أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا. ما فيش شك أن الأذن شيء مهم جدا جدا عند الإنسان، وبالتأكيد حاسة هامة جدا جدا جدا. وفينا نقول ان من خلال متابعتنا لبرنامج لقاء الأحبة اتعرفنا على أصدقاء كتير، وده اللي شجعنا وخلانا نيجي لغاية سوريا ونتعرف عليهم بشكل أوضح. بالتأكيد حضرتك بتعرف ان اللقاء الشخصي اللي هو بيتم مباشرة وجها لوجه ده غير اللقاء الفكري. يعني بعتقد أنا زيارتي لسوريا اكتشفت من خلالها أصدقائي من جديد. نعم صدقا. يعني أنا لا أخفي هذا الشيء، أن المراسلات إذا كانت بعض الناس بتعتبرها هواية، فأنا بعتبرها بالنسبة لي علم أنا بتعلم منه. ولا أنكر أيضا أننا لا نستطيع أن نمنح الثقة للآخرين من خلال المراسلات. ولكن أنا من الناس اللي بتؤمن بأن المراسلات هي عبارة عن نقطة بداية قد تؤدي بك إلى طريق أن تلتقي نعم بصديق أو بصديقة وتتعرف ويحدث هناك معرفة حقيقية كلية، يعني من خلال الواقع. يعني أنا مو مؤمن بأن الإنسان يمنح ثقته لإنسان ما شافوش أو ما عاشروش أو ما قابلوش. مع الأسف الشديد يؤسفني ويخجلني ويحزنني جدا إن أقول لك إن إحنا أصبحنا في أيام وفي زمن الإنسان لا يملك أو لا يفتقر للأسلوب اللي يخدع به الآخرين كتابيا. ولكن الإنسان لما بيكون بصفة مباشرة قدام الإنسان بالتأكيد راح يكون لها دور فعال وأثرها البالغ في المعرفة الحقيقية. هناك تبقى للخيال يعني مساحاته وأدواره. نعم. في أنه أنا من خلال ما أقرأ لهذا الإنسان أتخيله وأتصوره، إنما عندما تأتي الحقيقة والواقع فيعني يضعان الخيال جانبا. نعم. وأنت تشكل قناعاتك من خلال ما لمسته واقعا، ما شاهدته، ما قرأته في نفسية هذا الرجل أو هذا الإنسان أو هذا الشخص بالتأكيد بشكل مباشر. صح. نعم. صح. يعني على كل حال معلش يعني اسمحوا لي، احنا برنامجنا الحقيقة وقته ضيق، وخاصة بالنسبة لي مساحة الضيوف هي فقط حاليا تفتح للضيوف الذين يأتون إلى سوريا كما أنتم حاليا ضيوفا أعزاء، إنما لا نريد أن نأخذ أيضا وقتا طويلا على أصدقائنا. فلذلك ضمن برنامجنا ماذا تحبون أن تقولوا لأصدقائكم؟ وطبعا لابد من العناوين. طبعا الصديق عادل. طبعا أقول للأصدقاء في سوريا طبعا
أنا سعيد كتير وخاصة أنكم قضيتم العيد هنا. تأكيد. وطبعا ده شرف كبير إنني كمان أكسب شوفة الأصدقاء شخصيا، وده طبعا بيسيب أثر كبير في قلبي. وطبعا بقول لهم كل سنة هم طيبين، والشعب السوري كله إن شاء الله يعود عليه الأيام، وعلينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا بألف خير وسلام. شكرا يا عادل. هل تستطيع أن تذكر عنوانك؟ عنواني أنا عادل مقبل السيد علي، مصر الجنسية، مقيم في عمان. العنوان المقابلين صاد به 534. الأردن عمان. الأردن عمان، المقابلين صندوق بريد 534. 534. أبو علي. في الحقيقة يعني أنا آسف جدا جدا في البداية لضيق الوقت، ولكن احتراما مني وإيمانا مني بأن الوقت له اهتمام بالغ في نفسي، مش عايز أطول كمان. أنا ببساطة شديدة جدا أقول لكم إن أنا قضيت 10 أيام من حياتي من أجمل وأروع ال10 أيام اللي أنا شفتهم وعشتهم. يمكن أنا سافرت كتير، ولكن زيارة لسوريا لها أثرها اللي هيفضل صداه في نفسي مدى الحياة، واللي أنا واثق على ثقة أكيدة إن راح أعيدها إن شاء الله في أسرع وقت. وقبل ما نخلص كلامنا أو نصل لختام اللقاء، معذرة اعذروني، لكن احب اقول لكم كلكم كل سنة وانتم طيبين. وانا سعيد جدا جدا بكل اتصالاتكم، وسعيد اكتر بكل لقاءاتكم، واشكر كل اللي قابلوني واستقبلوني واحسنوا استقبالي، واشكر كمان كل اللي اتصلوا بي هاتفيا، واشكر ايضا كل اللي عزمونا وكل اللي قدموا لنا الحفاوة والكرم. وطبعا بالتأكيد ما فينا نعد اسماء، لان طبعا زي ما انتم سامعين الاستاذ محمود عم بيزنق علينا، عم بيدور علينا بالوقت. رحتم حلب ودمشق، وهل هناك مدن اخرى في الحقيقه احنا عيدنا باللازقيه، وقضينا اليومين العيد والوقفه، وتاني يوم العيد باللازقيه، وبعد كده انتقلنا من اللازقيه لحلب، وبعد كده انتقلنا من حلب لدمشق. قضينا بحلب حوالي 7 أيام او 6 أيام، اخرهم كان امبارح. وطبعا احنا جينا النهارده لدمشق، طبعا هتكون هي المحطه الاخيره قبل ما نترك سوريا. وطبعا اذا كنا هنترك سوريا طبعا جسديا راح نترك لكم من ورائنا محبتنا الدايمه ليكم، وطبعا شكرنا الجزيل. وطبعا قبل ما نختم اللقاء احب اتوجه بالشكر الخاص للاخت هدباء العلي، طبعا وان كانت غايبه عن لقائنا، ولكن هي دائما بالوجدان وحاضره دائما معنا بالاذهان. واتوجه بالشكر الجزيل ايضا لكل العاملين باذاعه دمشق الحبيبه. وطبعا اتوجه ايضا للمستمعين الذين يستمعون الينا الان على الموجه 666 او 3 ستات. اتوجه لكم ايضا جميعا بكل تحياتي وكل احتراماتي وكل شكري واعتزازي وامتناني لكم، واتمنى ان التقي بكم مره ثانيه. وايضا اترك لكم عنواني لمن يحب ان يتعرف على العبد الفقير الى الله، مؤسس ورئيس مجلس اداره نادي كوكب الشرق حسن علي. طبعا احنا طبعا نسينا، اخذنا الحديث ونسيت اعرفكم بنفسي. طبعا انا اسمي حسن علي محمد حسن، تاريخ ميلادي 19/7/68، مقيم حاليا بعمان. طبعا فينا نقول ان كمان عنواني هو المملكة الأردنية الهاشمية، عمان، المقابلين صندوق البريد 534، نادي كوكب الشرق او حسن علي. فينا نقول لكم كمان كل سنة وانتم طيبين، وتحية مني لكل المستمعين على كل الموجات، وكل عام وانتم جميعا بألف خير. شكرا جزيلا. انما ينقصك شيء واحد الحقيقة. تفضل. ان تعمل مذيعا. ما شاء الله للأسف عندك الموهبة وعندك الأرضية وكل شيء. ربما يكون الأصدقاء هنا بسوريا قد أجروا مسابقة لأفضل صوت أو أفضل شخص يصلح أنا مذيع. عندك كل الأرضية كلها وكل الله يخليك، الله يبارك فيك. فعلى كل حال معلش اسمح لي أقول كل عام وأنتم بخير. أشكرك شكرا جدا جزيلا لصديقين العزيزين حسن علي شاطر حسن وعادل مقبل. يا اهلا ومرحبا بكم، شرفتم سوريا. شكرا جزيلا، وشكرا لكل المستمعين، وشكرا للقاء الجديد الممتع الشيق. شكرا.